اليوم يومك يا دمشقي. النهارده كلنا لازم نبقى في الشارع بعد صلاه الجمعه دعما لاخواتنا في فلسطين. هيظهر لك واحد يقول لك انت صوتك هيعمل ايه؟ ده تديله بالجزمه وتقول له كلمه من محمد صلاح قلبت الدنيا. هيقول لك وانت محمد صلاح؟ قول له لما يبقى في ملايين في الشارع العالم كله هيشوفها. كلمه من محمد رمضان قلبت الدنيا. بس يا محمد يا رمضان الكلام بالانجليزي مش عيب، عشان تبين للناس قضيتك مش عشان تطلب منهم انهم ينصروك. النهارده بعد صلاه الجمعه كلنا هنتجمع في الاماكن اللي ظاهره قدامك دلوقتي دي، مظاهرات سلميه بنطالب فيها بتحرير فلسطين ووقف الضرب عن فلسطين، بتحرير اخواتنا في غزه. اللي بيحصل هناك ده مش حرب. اللي بيقول لك صوتك مش فارق وكلامك مش فارق قول له خليك قاعد عليها كده ورا الكيبورد ومالكش دعوه بينا. وما تزعلش من محمد رمضان عشان بيقول الجيش بتاعنا يروح هناك. محمد رمضان كان في الجيش وعارف الجيش بتاعنا ممكن يعمل ايه لو راح هناك، بس مش هينفع نقول الكلام ده عشان الفيديو ده مش مصنف بلس 18. اوعى تخلي حد يفهمك ان صوتك مش مهم، كلمتك على الفيسبوك مش مهمه، صوتك او تعليقك او حتى لايك وشير بتعمله لدعم القضيه الفلسطينيه مش مهم. محمد صلاح عمل اللي عليه، محمد رمضان عمل اللي عليه، باسم يوسف قال لهم احا وبرضه عمل اللي عليه. دورك انت بقى انك تنزل الشارع وتعمل اللي عليك. كلمتك على الفيسبوك مش هتبقى اقوى من نزولك الشارع. هم كلمتهم قويه على السوشيال لان هم نجوم، انت كلمتك في الشارع اقوى.